على اساس انكم كنتو وجهتوا واحد المراسله لوزاره العدل. هذه وزاره العدل ما نكرتولناش واش كانت شي استجابه منها على اساس انها تفتح حوار معكم ولا كان شي ردود من عندها. بالموازاه مع ذلك ذكرتوا ان كاين واحد اللي يمكن نسميوه عدم الانسجام ما بين وزاره الداخليه ووزاره العدل، على اساس ان وزاره الداخليه كما قلتوا هي اللي كتمنح هذه الرخص هذيك، وفي نفس الوقت ان وزاره العدل الاحكام القضائيه هي اللي كتسحب هذه الرخص نتاع هذا العدل. واش وزاره العدل واش ما تسحبش معكم كاع شي حوار، في حين ان الوزاره الداخليه كنتو جريتوا معها واحد 8 تاع الجوائز؟ هذا بالشق. في الشق الثاني شنو هما الخطوات التصعيديه اللي قلتوا انهم غادي يكونوا خطوات تصعيديه مستقبلا اكثر من السابقه تاع المصباح؟ واش ما كاينينش شي تفاصيل في هذا الصدد؟ شكرا. تفضل. وبالنسبه للمراسلات اللي وجهنا للسيد وزير الحياه، هي كانت مراسلات مهمه، الاستجابه ديالها ما كانش. الاعتبارات اللي ذكرناها هو انه تحكم اللوبي ديال المأذونيات، وانا اتحمل مسؤوليتي في هذا الكلام، على ان لا السيد وزير العدل والحريات ولا السيد رئيس الحكومه ما قادينش باش يحلوا المشاكل. اذا الاجتماعات من اجل ارضاء الخواطر ما احنا ماشي على استعداد لها. المسؤوليه والسلطات اللي معطيه للسيد وزير العدل والحريات ورئيس الحكومه سلطات مهمه للقضاء على هذا المرض وعلى هذه المعضله اللي هي كنسميوها المأذونيات. كيف يعقل ان السيد وزير العدل والحريات ملي تيتوصل بواحد المجموعه ديال المراسلات ولا اجتماع عقدوا السيد الوزير مع المنظمات الى حدود الساعه منذ توليه مسؤوليه الوزاره، وحنا كنعرفوا ان الحكومه راه في نسختها الثانيه من 2011 الى حدود الساعه، والسيد الوزير العدل ما مساليش لهذه الامور، ما مساليش يفك مشاكل المواطنين، مسالي الحاجه وحده وانه التهرب من المسؤوليه، التهرب من الحقائق، وهذه كنحطوا فيها علامه استفهام. اذا احنا لا محال انه راه في البلاغ وفي طياته مقبلون على عقد جمع عام للخروج او لقرارات اللي غيتفقوا عليها الاخوان، واللي هي جات في المداخلات ديالهم الشارع وما مفاكينش. كلموا فيه الاخوان. انا سبق لي وشرت في الكلمه ديالي ان المهنيين اليوم نضجوا. اليوم الحمد لله المهنيين ولاو كيناقشوا قوانين، ولاو كيوصلوا الهموم ديالهم والمعاناه للوزارات المعنيه، وكذلك ولاو كيوصلوها يعني للجهات اللي هي وصيه على التشريع وما فيها البرلمان وهي مجلس المستشارين. الخطوه التصعيديه راه واضحه، يعني النضال راه واضح، يعني الوقت اللي يعني كيتولي واحد الجمود والابواب جميع الابواب كتكون يعني موصده وما كاينش تجاوب مع المطالب المشروعه، راه كيبقى القرار يعني ديال المهنيين ماشي ديال القيادات. والمهنيين سيلتئمون. يعني راه كتشوفوا كاين البلاغ قدامكم، راه يعني توجهوا الرسائل، كاين الندوه الصحفيه، كاين جمع عام وطني اللي غيلتئم، والجمع يعني جمع عام سيدو نفسه، والقرارات غياخذوها المهنيين والسائقين. انذاك سيتم اعلان على الخطوه التصعيديه. انا اقول هي ستكون خطوه تصعيديه سيتم الاعلان عليها في حينها، ولكن من طرف القواعد ماشي من طرف القيادات، لان القواعد هي المضروره، والقواعد هي اللي حاسه وهي اللي دفعت هذه القيادات باش يعني ينظموا يكون هذا التنسيق على هذه النقاط هذه اللي هي نقاط انيه ما بقاش المهني اليوم كينتظر فيها يعني واحد شي وقت معين باش تحقق. 4 نقاط انيه واساسيه وضروريه في القطاع. يعني هذا لا ملذ منه، مسألة حياة أو موت بالنسبة للمهنيين ديال صيانة الأجرة. نقولها مسألة حياة أو موت وأكررها. اليوم وصل السيل السوبا، ما بقاوش المهنيين قادرين ينتظروا أكثر من هذه الانتظارات اللي انتظروا منذ يعني تنصيب هذه الحكومة، وكذلك يعني في الحكومات اللي كانت متعاقبة. كمسؤولين من جميع الجوانب، أولا طرف قواعد ديالنا، ثانيا حتى من طرف السلطات. وتلاحظون الآن عرفتوا شحال من هيئة إعلامية عندها الأخبار بهذه الندوة، وإلى حدود الدخول إلى هذا المقر وعدوا أنهم سيلتحقون ولم يلتحقوا.
وهنا نشم رائحة أخرى، لكن هذا لا يمنعنا أبدا من النضال ومن الدفاع عن المهنة ديالنا. شكرا.